السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وبعافية يا رب. مساء الحب، مساء الهنا، مساءكم أنا. اليوم جيتكم في بروتين يعني خفيف لطيف، بما أنه الصراحة فترة المساء وكذا استغليت نومة العيال، فقلت أنظف الغرفة أرتبها، أنفضها بما أنها متربة مرة لأنها جتهم أمطار كذا فتعرفون الغبار وكذا مع المطر، ودخل شوية مطر على فالله المستعان. بس الحمد لله ما كنت لا فارشة سجاد ولا شيء. وكنت يعني مؤخرا يعني سحبت الكنب عن الشبابيك، فالحمد لله. يعني إحنا لما تجي أمطار فإحنا في مكان مرتفع، فتجي مع الأمطار هواء يعني فتدخل مع إنه والله نحن مسكرين الشبابيك، فايش نسوي؟ الله المستعان. فهنا زي ما شفتم بدأت أنفض الكنب، بعدين أخذت الفرشاة هذه عشان أشيل يعني فيه وبر شيء على الكنب، فزي ما شفتم شلت من عليه. بعدين انتقلت للكنبة الثانية طبعا، والستاير عندي كبار وطويلة يعني إلى السقف الصراحة، فاكتفيت بس إني أنظفها. يعني نظفتها بالفرشاة اللي في يدي ذي وخلاص. يعني بدأت أنفض كل الكنب بنفس الطريقة. كان والله متعب، يعني تعرفون يعني متعبنا بشكل فظيع بيت العنكبوت. يعني نجلس عن البيت أسبوعين 3 بالكثير، فأكثرها يعني أحصلها بيت العنكبوت اللي هم أذيني مرة في البيت. فالحمد لله على كل حال. هنا جيت عند الطاولة اللي في الزاوية هذه، شلت الفازات من عليها، وبعدين نفضت من عليها التراب، بعدين مسحتها. فبعدين بعد ما شلت من عليها الغبار طبعا مسحتها بملمع القزاز، وحتى الجدران أخذت نصيبها من التنظيف الصراحة. يعني أخذت السلم ويعني جلست بالفرشاة فوق يعني أنظف السقف، بما أن أكثر شيء يعني عندي زي ما قلت لكم بيت العنكبوت هذا، فما أدري إيش الحل معه، أو لأني في منطقة جبلية وكذا يعني ما أستغرب هالصراحة يعني من بيت العنكبوت هذا. فالحمد لله على كل حال، الله يقوينا ويعطينا العافية يا رب. خلاص بدأت بعدين أكنس الأرضية، بما أنهم نايمين قلت ما بشغل مكنسة كهربائية الصراحة. يعني شلت الكنب، يعني سحبت الكنب وبعدين كنست من وراه بالمكنسة اليدوية ومسحت وراه، بعدين رجعت مكانه، لأني والله العظيم يعني متعب بشكل الله المستعان. فقلت ما بشغل مكنسة كهربائية عشان ما أصحيهم. يعني سيطرت على الوضع الحمد لله. وهنا الطاولة بعد ما شلت من عليها الغبار بعد مسحتها. طبعا هذا في اليوم الثاني بعد ما جينا للديرة الصراحة. يعني ما ارتحت والله، لا ارتحت الحمد لله. ما هو اليوم الثاني، لا في الليل، يعني في نفس اليوم بس في الليل أنا نظفت صراحة. فزي ما شفتم يعني ما حبيت والله، ما ارتحت حتى نظفت البيت. أول شيء غسلت المداخل، يعني من عند الحمامات الله يكرمكم غسلت المداخل، بما أن خايفة يعني رجولهم يشيلوا لي التراب يحطونه الله يكرمكم على الكنب، الله يصلحهم يا رب. فزي ما شفتم بعد ما كنست الأرضية ومسحتها، طبعا قلت لكم زي ما شفتم شلت الكنب وأخرته من على الجدار، بعدين كنست ومسحت. وطبعا زي ما تشوفون بعد ما خلصت تنظيف كنست ومسحت، خلاص أبدأ أرتب الديكور اللي أنا رسيت عليه، يعني اللي حطيته في بالي الصراحة. فزي ما تشوفون هنا حبيت أسوي شوية لمسات على الكنب،
تعطي منظر حلو، تعطي منظر زي ما يقولون ريفي. غيرت السجاد، سويت، تشوفون إن شاء الله، إن شاء الله يعجبكم مثل ما عجبني بإذن الله. كان روعة، معطي منظر الكنب يجنن يا بناتي، روعة، مع إنها حاجات بسيطة بس إن والله عطت يعني ودت الغرفة في مطرح ثاني على قولة إخواتنا المصاري الله يحفظهم. فزي ما تشوفون طبعا اللي أخذتها هذه كلها من شيئين الصراحة. إذا تبغون أرقامها يعني بكتبها لكم تحت في صندوق الوصف بإذن الله. زي ما تشوفون، بس والله نقصت علي واحدة، فإن شاء الله أني أطلبها مرة ثانية. والكنبة الطويلة هذه يبغى لها 2، فالحمد لله يعني ووفت الغرض. بعدين إن شاء الله أطلب منها واحدة وأكملها للكنب بإذن الله. هنا بعد ما خلصت طبعا فرشت السجاد، ولعت بخور، ويا ربي لك الحمد. تشوفون كيف أعطت الغرفة منظر حلو، يعني روعة روعة يا بنات. بعدين ولعت البخور، ونسيت حاجة للتلفزيون، المفرش تبع طاولة التلفزيون، بفرشها وبرجع معكم. صراحة عجبتني روعة. طبعا طفيت اللمبات وخليت الأباجورة هذه شغالة، قلت بعطيها منظر حلو كذا، استكنان. فالصراحة عجبتني روعة. وطبعا صورت لكم اليوم الثاني بعد ما خلصت. طبعا أنا منظفة المطبخ وكل شيء، بس يعني يبغى له شوية تنظيف بسيط، فاضطريت أنظفه. وبعدين سويت لهم الغداء، تغدينا. قلت بسوي لي قهوة، أتقهوى وخلاص. ويا ربي لك الحمد، كانت عندنا شوية يعني جانا الحمد لله شوية أمطار، فالحمد لله على كل حال. وديرتي الحمد لله خضراء، يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله. طبعا هنا بعد ما خلصت، وإن شاء الله إنه يعجبكم الفيديو وانبسطتم معي في الفيديو بإذن الله. ويعني معلش من ولدي الله يصلحه، أقول له وخر بصور، فالله يصلحهم يا رب. فهنا حبيت بعدين العصر كذا قالوا العيال نبغى نروح البحر. طبعا كانت الأجواء مش ولا بد، يعني ما هي أجواءها الصراحة هالحين، يمكن بعد 2 3 كذا تزين الأجواء وتبرد الأجواء. فقلت يلا ألبي رغبتهم، بما أني رايحة قلت نمر محلات السمك اللي عندنا هنا. طبعا معروفة، المعروف لا يعرف الصراحة. هنا كنت سالقة رز، قلت بالمرة يعني سلقت لهم رز، قلت ناخذ لنا سمك من الطريق. وكانت تمشية حلوة وروعة، تمنيتكم معنا. وبكذا خلصت معكم الفيديو، إن شاء الله أنكم تنبسطون معي بإذن الله زي ما أنا انبسطت. وبكذا خلصت الفيديو، يعطيكم ألف ألف عافية ومع السلامة.